وصلت بعثة نادي الهلال السعودي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك من أجل خوض مباراة الإياب ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، وذلك بعد مرور ساعات قليلة على مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني على ملعب سايتاما 2002 بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك مساء يوم السبت الموافق 6 من مايو الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 12 ظهرا بتوقيت السعودية ومصر، وفي تمام 1 مساء بتوقيت دولة الإمارات. ويحتاج نادي الهلال السعودي للفوز في مباراة الإياب ضد أوراوا بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف من أجل حصد لقب بطل دوري أبطال آسيا 2023 للموسم الثاني على التوالي، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا مساء أمس السبت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم الزعيم بالهدف الأول عن طريق اللاعب سالم الدوسري، وذلك في الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول، فيما استطاع أوراوا تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني عن طريق لاعبه شينزو كوروكي، بينما استعاد الهلال السيطرة على الكرة مرة أخرى، لكن بعد تلقيه هدف التعادل. ومع ذلك لم يكن هجوم الهلال مجديا بسبب تكتل الفريق الياباني دفاعيا، وفي الدقيقة 86 تدهورت الأوضاع حين أشهروا الحكم البطاقة الحمراء للاعب الهلال سالم الدوسري بسبب تدخله الغير اللائق على لاعب أوراوا. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.